السلام عليكم، مرحبا بكم في خربشة الكورة. الحق وجاب الدوري بيفرط. الدوري المصري بيفرط من مسابقة لجنة المسابقات. النهارده طارق مصطفى المدير الفني بيقول انه مش هيلعب مباراة قبل مباراة سموحة ان المفترض ان هي تتلعب. ان طلع قرار على السوشيال ميديا بيقول ان مباراة بيراميدز وسموحة تعاد النهارده، ما بقي من المباراة يعيدوا النهارده. فده لحد يعني كده الدنيا بايظة. القرارات اللي بتحصل اليومين دولت بتحصل من أندية، بتحصل من لجنة المسابقات أو من الجبلاية أو الاتحاد الكورة، شيء لا يستوعبه عقل نهائي. بما ان النهارده يطلع مدير الفني للبنك الاهلي يقول مش هنلعب مباراة غير لما نلعب مباراة سموحة، ويقول برضك من ضمن كلامه ان هو النادي الاهلي البنك الاهلي اكتر نادي تعرض للظلم من حيث مواعيد المباريات. ده شيء ويرفض كمدير فني انه يخوض اي مباراة في الدوري قبل مباراة سموحة. فاصبح ان كل واحد النهاردة كرئيس نادي او مدير نادي او مدير فني لنادي يطلع يقول انا مش هنلعب، وانت سمحت لابنك الكبير او بما يقول ان هو ابنك الكبير ان هو يطلع يقول انا مش لاعب، مع العلم انه ما تنفذلوش قرارات، يقول انا مش لاعب. فاصبح اي حد من عيالك التانيين يطلع يقول انا مش لاعب، فما تلومش عليه. ما تلومش عليه عشان انت اللي سمحت لنفسك ان انت تعمل كده بالقرارات اللي اللجنه بتاخدها، لجنه المسابقات بتاخدها، زي ان هو يعيد مباراه بيراميدز وسموحه تاني. وده انا مش عارف ان هو ازاي حصل. بتجامل مين على حساب مين؟ يعني انت بتجامل مين على حساب مين؟ فاصبح النهارده اي حد اي نادي ما يعجبوش قرار لمسابقه الكوره يطلع يقول احنا مش لاعب. ليه؟ عشان نرجع ونقول القرارات اللي انت بتاخدها او يعني اللي انت هتعمله ان انت هتخصم منه 3 نقاط وهيتهزم 2-0، وده عقوبة بسيطة فيها تلاعب، قوانين فيها تلاعب، فده مشكلة بحد ذاتها. نسيبنا بقى من قرارات لجنة المسابقات ونخش مثلا زي حاجة كده عجبتني برضو في الأهلي، إن الأهلي النهاردة يبلغ المنتخب الأولمبي برفضه التام انضمام الثنائي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم لقائمة المنتخب الأولمبي. وده أنا شايفه من وجهة نظري إن شيء جميل. ليه شيء جميل؟ الأهلي عنده مباريات مؤجلة كتير، وده فريق بينافس على الدوري. ما شاء الله النهارده هيلعب مباراة النهارده مع طلائع الجيش الساعة 7، وإن شاء الله تكون الفوز التاسع على التوالي، ويتني دايما متصدر إن شاء الله. لكن نيجي للتاني ابنك الزمالك مثلا يوافق على ضم أحمد زيزو. هو ما بيلعبش على حاجة، ما بيدورش، هو الثامن في الدوري. يعني ما ايا كان هو، ما انا شايفه ان هو الدنيا معاه مش عادي بيس. لكن في حياة في كفرق وكمسابقات لجنة مسابقات، انا شايف ان في حياة ياما مش صح جدا. زي مثلا عصام الحضري عصام الحضري طلع يقول ان الدوري، مفيش دوري في العالم فريق انسحب من المباراة. ده يسيء للكرة المصرية وتشجيع الأندية.
وبيشجع الأندية الأخرى على اتخاذ قرار زي ده. وده اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده، ان النهارده كمدير الفني لبنك الاهلي طالع يقول انا مش لاعب. وده عشان حياتي احنا قلناها ان هي لائحه ضعيفه جدا، خساره 2-0 وخصم 3 نقط. قررت يعني في حاجات كده ما لهاش ان احنا نحكي فيها ياما ان هي هتتعب. بس انا اتمنى ان الدوري ده يخلص زي ما يخلص، ويبقى في قرارات من لجنه المسابقات، او يتعمل لجنه مسابقات تعمل زي الدوري الانجليزي مثلا. ليه ما نعملش زي الدوري الانجليزي؟ ليه ما نجيش من اول قبل المباراه ما تخلص، قبل بساعه ما المباراه تخلص نيجي جاي منزلين قائمه الانديه بحالها، وان الفرق هتلعب بعضها ازاي وامتى وفي مواعيد ايه، ويوم ما يبقى في مؤجلات في الدوري الانجليزي بيبقى ماتش او 2 ويتلعب في الاوقات اللي هي ما فيهاش مباريات. لكن ما نجيش اننا نأجل 7-8 مباريات لكل فريق. شيء عقيم. الناس كلها خلصت الدورات في العالم بحاله الا الدوري المصري. الدوري المصري الدوري الوحيد اللي لغايه الان لسه ما انتهاش. ليه؟ بلاش عقم، بلاش قرارات تفكر ان هي سياديه وهي مش سياديه، هي عقم كروي. والله تخيل ان انت النهارده تخلص يعني فاضل لك 18 ماتش كاهلي، فاضل له 18 ماتش. انت بتقول الدوري المباريات 29، في مباريات لسه ما خلصتش. 29 ايه يعني؟ دوري 29 من 38 مباراه، يعني انت بتتكلم في 9 مباريات لسه ما انتهوش، 9 اسابيع. شيء عقيم بجد. يعني اتمنى ان يبقى فيه قرارات حاسمه، قرارات تبقى لصالح الكره المصريه، قرارات ان مفيش نادي يطلع يقول لك لا انا مش لاعب، انا مش عاجبني، انا يا باشا هنغير، انا مش معاك في الموضوع ده، انا براكم. ده مش قرارات. في حاجات كده ما ينفعش. وخليك حازم في قراراتك. انت كلجنه مسابقات لازم تكون حاسم مع الناس دي. ان النهارده انا كشخص، انا النهارده كشخص قلت لا، انا جرأت غيري ان يقول لا، انا جرأت الكل ان يقول لا. انا المفروض يبقى في قرارات حاسمه في الموضوع ده. واتمنى يعجبكم الفيديو، شير ولايك ومتابعه القناه.